اهلا بيكم في ظبط نوعية. هحكي لكم ايه اللي اخرني سنة عن اني اسافر ادرس في امريكا. بعد ما اتخرجت كنت حاسة ان انا متلخبطة، مش واثقة في نفسي كفاية، مش عارفة انا هنجح في ايه وما انجحش في ايه. وحسيت اني خايفة ان امشي طريق وبعدين يبقى اخره فشل او حاجة، لان احنا لما بنمشي حاجة ونبذل مجهود فيها يعني نبقى متوقعين حاجة، بنتعب قوي لما ما بتجيش. ودوت طبعا ان احنا ما بنبقاش مسلمين امرنا لربنا، لان انا لو مسلمه امري لربنا همشي الطريق ومش هفكر في النتيجه يعني، وكل حاجه هتيجي بتبقى خير وحلوه. فانا وقتها كنت خايفه من نفسي ان انا ما اعملش كويس، خايفه ان انا اضيع وقت وبعدين آه يفوتني فرصه ان انا اشتغل في مصر او في مجالي. وتاني اكتر حاجه بقى، يعني اول حاجه الخوف، خوف منعني. تاني اكتر حاجة، واعتقد ان هي الاساسية، ان احنا احيان كتير وانا كنت كده طول الوقت، ان احنا بنستنى تشجيع من اللي حوالينا، يعني بنستنى ان اللي حوالينا هما اللي يدفعونا، هما اللي يخلونا نعمل الحاجة دي، بس ما بتبقاش جاية من جوانا، بنبقى مستنيين حد يقول لنا هتقدر. الموضوع ده خطير لانك مش دايما بتلاقي ناس حواليك يدعموك. لا، والأسوأ ان انت ممكن تلاقي ناس حواليك ويقولوا لك كلام يرجعك لورا، ممكن يكون مش قصدهم، وده اللي حصل. يعني انا سألت شخصين قريبين مني، طبعا كان في ناس بتشجعني وكده، بس ما كانش صوتها عالي. لكن الشخصين اللي ما شجعونيش، او يعني قالوا الموضوع بصعب قوي، يعني عارف لما تكون انت اصلا عندك مخاوف تروح تسأل حد على حاجة فيدوس على المخاوف دي ويأكدها جامد. يعني سألت حد، يعني هو مش قريب قوي بس انا بثق في كلامه، آه هي بنت يعني، فقالت لي لا يا عبير، خلينا متفقين ان حوار السفر ده صعب جدا، ف شوفي شغل وجربي انك تشتغلي هنا عشان السفر. وكنت حاسه ان هي بتبصيه بنظره كده، ان هو انتي مش هتقدري، مش بتاعتك. وهي ما كانتش عارفاني كفايه، يعني المفروض ان انا اللي اكون عارفه نفسي كفايه، فانا اللي اقرر انا هبقى ايه وانا اللي اقدر عليه وما اقدرش على ايه. مش صح ابدا ان احنا ناخد رأي حد قدامنا ما يعرفناش كفاية. تاني حد هو شخص من اقرب بقى الناس ليا، حد من العيلة يعتبر. ف انا كنت خايفة ان انا امشي في طريق وما اقدرش. اخويا كان مسافر قبلي، فالشخص ده قال لي يعني على فكرة اخوكي كان معيد، وكان دارس في الجامعة البريطانية، كان طالع الأول على التخصص، وحوار السفر كان صعب قوي بالنسبة له، واخد محاولات منه كتير قوي عما ظبط. فيعني فبالنسبة لي كان يكاد يكون مستحيل بالنص كده. فاللي هو داس على المخاوف قوي، اكدها قوي، فخلاني اللي هو لا خلاص، اتبنى جوايا حاجز اللي هو لا. اخويا كل شويه يقول لي يلا يا عبير امشي في الخطوات، مش عارفه ايه، لا خلاص، اتبنى جوايا حاجز ان انا مش هقدر. طب انا فكرت، هل الشخص اللي قدامي دوت نيته ايه في النصيحه؟ لا، ما فكرتش. اولا الشخص ده عمل حاجه، يعني قال لي الكلام ده لسببين. اول حاجه لان هو ممكن يكون بيقول كلام في الهوا على طول، يعني اي كلام بيجي على باله، رايه اللي هو مش شرط يكون حقيقة خالص، يعني مجرد رأي غريب، ما بيحسبوش، يعني ما حسبش الكلام اللي هو قاله، هو قال الكلام خلاص، ما حسبش مثلا الماركت في مصر عامل ازاي، وان هو صعب اصلا ان اشتغل في مصر برضه. ما ح... كلمتين طص، كلمتين طص كده. تاني حاجة، الشخص ده عمل كده لانه خايف، يعني ده اللي انا اكتشفته بعدها بفترة، لما انا بقى مشيت في حوار سفر وجالي سفر، الشخص ده كان عايزني افضل موجودة يعني. ف... فمن خوفه
اللي هو انا برضو مش ما كنتش شايفاه خالص، وما كنتش حاطاه في الحسبان ان الشخص ده لا يعتمد على رأيه، لانه واخده من المشاعر. فهو كان عايزني افضل موجودة في مصر كشخص يعني جنبه او كده، او عشان بيحبني يعني بوجهة نظره، فبيحبني فعايزني ابقى. فكان بيقول اي كلام، وكان بيقول الكلام ده نتيجة عن مشاعره الخايفة، مفيش اي حسبان للواقع او ما حسبهاش. فيا جماعة بنغلط قوي لما بناخد رأي ناس من اللي حوالينا واحنا ما بنبقاش حاسبين، يعني بنثق فيهم من اللاشيء، او بنسأل حد عدم جدير بالثقة. يعني انا اثق في شخص لما يكون الشخص دوت كذا مرة حصل مواقف الشخص ده بيفكر بعقله، بيحسبها مظبوط بكده. انا مش عارفة احسبها، فانا رحت سألت حد تاني يحسبها لي، يعني يحسبها لي مظبوط. فاهميني؟ لكن في الاول والاخر احنا اللي عارفين نفسنا، احنا اللي عارفين كل المرات اللي احنا نجحنا فيها، كل المرات اللي وقعنا فيها. انا عارفة، انا المفروض اكون عارفة قدراتي، مش استنى حد تاني يقولها لي. لان صعب قوي، وبتبقى بتظلم نفسك، وانك بتكمل في حاجة او بتقف عشان كلمة من حد، او مستني حد يزقك. الناس متغيرة، و... وكلامهم ورأيهم وتشجيعهم بيبقى ناتج عن حاجات كتير ورا. ربما تروح تسأل شخص، الشخص ده بيغير منك او مش بيغير، الشخص ده معرفش ينجح في الحاجة دي، فمش متخيل ان حد تاني ينجح فيها او يعملها، او او بكل بساطة مش حابب لك الخير، مش حابب لك. هو ما بيفكرش فيها، يعني هو ما بيجيش على نفسه كده يقول لا انا ما بحبلوش الخير، انا هقول له كذا كذا. ما بيعملش مخططات، بس هو في اللاوعي هو عنده مشاعر سيئة وبيروح مطلعها عليك في رأيه. فأبدا أبدا ما تاخدوش رأي أي حد، فكروا شوية مهما كان الشخص ده قريب. مش شرط أبدا 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 إن رأيه يكون صح، مش شرط عشان أنا حد من العيلة، حد قريب، حد ثقة بالنسبة لحد تاني، أو أنا شايف شخص ناجح برضو، إن الشخص ده يكون موثوق في رأيه، أو يقدر ياخد قرار عني، أو يقول رأيه في حاجة تخصني. بس كده، شكرا ليكم وسلام.